السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أحييكم من تلفزيون دولة إريتريا وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. الخدمات الصحية تسجل تقدما منذ استقلال البلاد. اختتام احتفالات عيد الاستقلال في عصب. أبحاث العناية بالبذور في مدرسة حجات الزراعية تثمر بنجاح. في الأنباء العالمية، تحالف دول الساحل يطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب. روسيا تطلق مناورات بحرية كبرى في بحر البلطيق. مقتل 44 شخصا في هجمات بنيجيريا وفق مسؤول محلي. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. حققت وزارة الصحة نجاحات كبيرة وتقدما ملحوظا خلال السنوات 34 الماضية من الاستقلال من خلال استراتيجيتها الهادفة إلى ضمان صحة المجتمع العامة. وأوضح مدير الصحة العام المكلف بوزارة الصحة دكتور عندبرهان تسفازيون أن الوزارة تعمل بفعالية ضمن استراتيجية مكافحة الأمراض لضمان الصحة العامة للمواطنين، قائلا إن الحكومة الإريترية تدعم القطاع الصحي ليتلقى المواطنون الرعاية الصحية اللازمة بالمجان أو بتكاليف رمزية حسب الضرورة. وأضاف الدكتور عندبرهان أن الحكومة الإريترية تتبع سياسة الصحة التي تطلع إلى توفير وتقديم خدمات صحية مأهولة لتقديم الرعاية لكل مواطن منذ عام 2020 بوضع خطط استراتيجية خماسية جادة من عام 2022 وحتى عام 2026 بتنسيق الأولوية الصحية التي تضمن أولويات التنمية المستدامة. كما أشار إلى أن متابعة صحة الحوامل سجلت أعلى نسبة لها والتي وصلت إلى 99.5%، وارتفاع عدد الحوامل التي يضعن حملهن في المرافق الصحية من 21% إلى 83.5%، وتقدم نسبة تغطية التطعيم بمختلف أنواعه والفئات التي يستهدفها إلى 98%، بالإضافة إلى خفض نسبة الوفيات بسبب الملاريا بنسبة أكثر من 99%. وأكد مسؤول الرعاية الصحية بالوزارة دكتور غويتو أم برهتو تمكن المواطنين في تلقي الرعاية الصحية اللازمة بالمرافق في إطار 5 كيلومترات من أماكن إقامتهم أو على بعد مسار ساعة بالقرب منهم. وأفاد الدكتور غويتو أم أن الجهود تبذل لتوسيع وتطوير المرافق الصحية من مراكز صحة إلى مستوى عيادات أهلية، كما يجري العمل إلى إدخال خدمات علاج أمراض السرطان والأسنان بشكل خاص في الآونة الأخيرة. وأوضح في الختام مسؤول تطوير القوة البشرية بالوزارة دكتور برهان دبرو أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات الصحية عبر 3 مناهج متناقمة، وهي إنتاج المهنيين الصحيين وإتاحة فرص تعليمية رفع مستوياتهم العلمية والمهنية أولا، وثم إدخال وتطوير الأجهزة والأدوات الصحية وتحديث تقنياتها التي تسهم في تقدم الخدمات المقدمة في المرافق بمختلف مستوياتها، وثالثا يتم التنسيق مع خبراء ومؤسسات صحية مختصة لإقامة علاقات تبادل الخبرات وإجراء العمليات المستعصية عبر متخصصين أجانب لنقل المعرفة والخبرات إلى الأطباء والأخصائيين الإريتريين بهدف الاعتماد الكلي على الكفاءات الوطنية برفع كفاءاتهم الاختصاصية على المدى الطويل. اختتمت احتفالات عيد الاستقلال 34 والتي أقيمت في ساحة واحد في مساحة الأول وحتى 26 من مايو ارتباطا مع يوم تحرير مدينة عصب في عام 1991. تضمنت الفعاليات عروضا قدمتها 11 فرقة فنية ومعارض القرية السكنية، الحياة المعيشية في إدارة الضواحي، وأنشطة المؤسسات العامة والخاصة. شاهد البرامج التعليمية والترفيهية أكثر من 21 ألف شخص بالإضافة إلى الأطفال. وذكر المشاركون أن البرامج المنظمة بوسيلة جاذبة تبعث على الارتياح والسرور وتمكن أبنائهم من التعلم والتعرف على الماضي، ولهم تجديد ذكرياتهم وعهدهم. وقدمت في مراسم الختام الجوائز على الفائزين في المسابقات الرياضية والفنية التي أقيمت بمناسبة عيد الاستقلال، والشهادات على المساهمين لإنجاح الاحتفالات.
احتفل الإريتريون في ألمانيا وهولندا وجنوب إفريقيا وبلجيكا والولايات المتحدة بالذكرى 34 للاستقلال. واحتفل الإريتريون في برلين وكولونيا وشتوتغارت ودريفوس ومانهايم وهامبورغ وساربركورن وبيلفيلد وجيسن وماربرغ وأكسبورغ وفرايبورغ وأولم وكاسل وماجدبورغ بتنظيم برنامج للأطفال حول الحرية وأنشطة تركز على الشباب والبرامج الثقافية والفنية من قبل الأمهات والآباء. وألقى القائم بأعمال السفارة الإريترية في ألمانيا كلمة في شتوتغارت، والقنصل العام السيد كبر آب تخستيه في فرانكفورت، ومسؤول الشؤون العامة والمجتمعية السيد طعام هايلي الكلمات في كولونيا ودوزلدورف. وذكر المشاركون أن الشعب الإريتريا نال استقلاله وسيادته بفضل وحدته ونضاله، مؤكدين أن تدعيم الاستقلال الذي تحقق بتضحيات كبيرة بالتنمية مسؤولية الأجيال الحالية والمستقبلية. وقال سفير إريتريا في الاتحاد الأوروبي ودول البنلوكس السيد نجاسي كاسا في احتفالات الجاليات الإريترية في مدن أمستردام ولايدن وأمرسفورت الهولندية أن الاحتفالات المهيبة في الداخل والخارج هي شهادة على التضحيات العميقة التي دفعت من أجل الحرية. وشدد على ضرورة تعزيز وحدتنا كمواطنين والمساهمة في مرحلة التنمية التي ندخلها. في غضون ذلك احتفل الإريتريون المقيمون في مدن جوهانسبرغ وديربان وراستنبرغ وكوكستاد وكيب تاون بجمهورية جنوب إفريقيا بالذكرى 34 لاستقلال إريتريا في 24 من مايو. وألقى سفير إريتريا لدى جمهورية جنوب إفريقيا ومنطقة الجنوب الإفريقية السيد صالح عمر كلمة بهذه المناسبة. واحتفلت الجالية الإريترية في بلجيكا بيوم الاستقلال في بروكسل، حيث ألقى سفير إريتريا في الاتحاد الأوروبي ودول البنلوكس السيد نجاسي كاسا ورئيس الجالية السيد إسياس كيداني كلمات في المناسبة. كما احتفل بالمناسبة الإريتريون في مدينة أوستيدن والمناطق المحيطة بها. من جهة أخرى أظهر الإريتريون المقيمون في مدن الغرب الأوسط للولايات المتحدة كانساس وسانت لويس وسي فولز وإنديانا بوليس وسي سيتي وكولومبوس وسينسياتي ودايتون وكذلك شيكاغو في الاحتفالات البهيجة التي نظموها استعدادهم لمزيد من التصدي. دعا الخبراء الزراعيون المزارعين إلى الاستفادة من نتائج الأبحاث التي أجراها طلاب أقسام النباتات في مدرسة حقات للتقنيات الزراعية التي ركزت على سبل العناية بالبذور. وهدفت الأبحاث إلى تحسين إجراءات المحافظة على بذور الدخن والذرة البيضاء والبامية المتبعة تقليديا والتي كانت تؤثر سلبيا على الإنتاجية. وأظهرت الأبحاث أن البذور في الماء أو حتى غسلها فقط وزراعتها بعد 10 ساعات من ذلك يرفع نسبة الإنتاج التي تتراوح ما بين 10% وحتى 40% حسب المناخ وتوفر المياه. وأوصى الأستاذ تيدروس مقنن المزارعين إلى اتباع تقنيات الأبحاث التي أكدت ارتفاع نسب الإنتاج كما ونوعا. وأوضح أن الأبحاث تمكنت من تقييم أفضلية الإنتاجية ما بين البذور التي حفظت وتم رعايتها من قبل الزراعة وبين تلك التي لم يتم اتباع سبل المحافظة والرعاية قبل الزراعة، وأن البذور التي تم رعايتها وجدت أفضل في محمل نقص المياه والقش بعد زراعتها لتنمو وتنتج أكثر من نظيراتها. وناشد مسؤول المدرسة الأستاذ ملأك برهانة بدوره المزارعين لاتباع الإرشادات والنصائح الزراعية التي يقدمها المهنيين الزراعيون، مشيرا إلى قيام طلاب المدرسة بالأبحاث التي تسهم في اكتشاف تقنيات زراعية حديثة سنويا. أسفرت تجربة تنمية التمور التي بدأها المزارع المتميز عبد الله صويلح في عام 1994 بمديرية الشعب عن نتائج مشجعة. وقال عبد الله إنه بفضل التشجيع والترشيد من الحكومة ووزارة الزراعة بدأ مشروع تطوير زراعة النخيل بزراعة 400 شجرة على مساحة 5 هكتارات، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2024 بلغت مساحة الأراضي المزروعة إلى 48 هكتارا وعدد الأشجار إلى 2500 شجرة، ويبذل الجهد لإيصال عدد الأشجار المزروعة إلى 5000 شجرة نخيل. وذكر أن الشجرة يمكن أن تنتج ما بين 50 إلى 80 كيلوغراما من التمور إذا حصلت على كمية كافية من المياه ودعم المناخ، ويقدم منتجاته في أسمرة ومصوع وجندع.
وأضاف أنه تم غرس 500 شجرة في هذا العام، ويجري الإعداد لغرس 600 شجرة أخرى. وقال المزارع النموذجي عبد الله صويلح إنه يتشاور بشكل مستمر مع وزارة الزراعة لزراعة البرتقال والجوافة والليمون والفلفل والبقوليات وإدخال الطاقة الشمسية. قال المناضل معاق الحرب أبراهام جرزجهير أنه تمكن من تحسين معيشة أسرته من خلال العمل في البستنة في براقيت نشتي بمديرية سجنيتي. وقال إن الإعاقة لا تمنع من تحقيق الأهداف إذا وجدت الرغبة والمبادرة. وأوضح المناضل أبراهام الذي أصيب بإعاقة الأرجل في النضال من أجل الاستقلال إنه عمل بجد في مجال تنمية الفاكهة والخضروات الذي يتطلب الجهد الكبير. وذكر أنه استخدم القروض التي حصل عليها من البنك ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية والجمعية الوطنية لمعاقي الحرب في توسيع أنشطته الزراعية، وتمكن من إعادة القرض والحصول على إنتاج جيد. زرع المناضل معاق الحرب أبراهام 500 شجرة برتقال وأكثر من 100 شجرة بابايو، بالإضافة إلى زراعة الطماطم. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام. فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، أبقوا معنا. على الصعيد العالمي، أطلقت دول تحالف الساحل مناورات عسكرية في بلدة تيل بالنيجر بهدف تعزيز التعاون لمواجهة التهديدات الإرهابية وتعزيز قدرات القوات المسلحة في منطقة الساحل. وذكرت الإذاعة الوطنية الرسمية في النيجر أن المناورات تستمر لمدة أسبوعين بمشاركة قوات من مالي والنيجر وبوركينا فاسو بالإضافة إلى تشاد وتوغو. وصرح نائب رئيس أركان الجيش النيجري عبد القادر أميرو بأن هذه المناورات ترمز إلى الالتزام المشترك بتعزيز قدرات القوات المسلحة، مؤكدا أنها تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتشكيل جبهة موحدة ضد التهديدات العابرة للحدود لا سيما الإرهاب. في غضون ذلك عاد مئات السكان إلى بلدتهم في شمال شرق نيجيريا بعدما فروا من منازلهم في وقت سابق من هذا الشهر إثر هجوم لتنظيم داعش على قاعدة عسكرية. أطلقت روسيا مناورات عسكرية واسعة في بحر البلطيق بمشاركة قطع بحرية وقوات جوية بهدف تعزيز دفاعاتها وحماية مصالحها. وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن أسطول البلطيق الروسي أن موسكو بدأت مناورات بحرية كبرى في بحر البلطيق بمشاركة 20 سفينة حربية و3000 جندي ودعم جوي. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوتر مع حلف شمال الأطلسي الناتو، خاصة بعد انضمام فنلندا للحلف واحتجاز سفن تجارية روسية، ما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إصدار أوامر بتأمين السفن الروسية عبر الأسطول الوطني. وتشهد منطقة بحر البلطيق توترا كبيرا بسبب تحركات قطع بحرية تابعة للناتو قرب فنلندا. في النبأ الأخير، أعلن مسؤول حكومي محلي أن 44 شخصا على الأقل قتلوا في هجمات منفصلة خلال الأيام الأخيرة وسط نيجيريا، في حصيلة جديدة لعدد القتلى في منطقة يتواجه فيها الرعاة والمزارعون للوصول إلى الأراضي. قال أورمين تورسار فيكتور رئيس حكومة جوير ويست المحلية في ولاية بينو لوكالة الصحافة الفرنسية إن 3 قرى استهدفت، مضيفا أن عدد الضحايا يزداد يوما بعد يوم، واصفا الهجمات بأنها ممنهجة. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. الخدمات الصحية تسجل تقدما منذ استقلال البلاد. اختتام احتفالات عيد الاستقلال في مدينة عصب. أبحاث العناية بالبذور في مدرسة حكات الزراعية تثمر بنجاح. تحالف دول الساحل يطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب. روسيا تطلق مناورات بحرية كبرى في بحر البلطيق.
مقتل 44 شخصا في هجمات بنيجيريا وفق مسؤول محلي. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.